السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس محمد ديكو، شركة ايد زاوية. هنتكلم النهارده عن حاجة مهمة جدا، بند التجاليد الخشبية. بند التجاليد الخشبية من البنود المهمة جدا اللي بتظهر جمال الشغل. ليه بتظهر جمال الشغل؟ لأنها من المجسمات، والمجسم كفيل إن هو يكون موجود في الموقع، بيدي شكل أناقة وجمال. طيب، أول حاجة في بند التجاليد الخشبية بيبقى هو عامل ديكوري اساسي، مش بيحتاج معاه عامل مساعد جمالي ان هو يظهره. بمعنى ان التجليده بتكون موجوده على الحيطه، خلاص هي كافيه لوحدها ان هي تظهر جمال المكان اللي موجود فيه، مش محتاجه يتحط عليها اي تفاصيل تانية. طيب، تاني ميزه لاعمال التجاليد الخشبيه ان هي سهله التشكيل. بمعنى ايه سهله التشكيل؟ ان انت بتجيب، اولا احنا بنستخدم الاخشاب الطبيعيه وليس الاخشاب الصناعيه المصنعه بديل الخشب وخلافه. ليه؟ عشان سهله التشكيل. سهله التشكيل ازاي؟ بسهوله توافر الفني الكويس اللي معاه عدته، معاه خاماته في الموقع، تصنعها بطريقه كويسه. شرط وجود المهندس موجود معاه المواصفه بتفاصيلها، بيبدا يشرح للفني الموجود كل تفاصيل الشغل، بتطلع بطريقه محترمه جدا. ميزه برضو من ضمن ميزات اعمال التجاليد الخشبيه ان هي لو عندي في الحيطه اعمال سوق محاره، طبعا دلوقتي معظم الناس بتستلم الفيلا بتاعتهم او الشقق بتاعتهم، بيبقى في مشكله في اعمال المحاره، بيبقى شغل اقتصادي. طيب، بتفيدنا في ايه اعمال التجاليد الخشبيه؟ ان احنا بنحطها على الحوائط. بنحطها على الحوائط بطريقه التعليف. بطريقه التعليف اللي هي دي، بنحط سدايب موسكي، بنعلف كل 45 سم بالطريقه دي، نحطها على الحيطه، ثم بعد كده نحط عليها اعمال التجاليد الخشبيه. اصبح ان انا مش محتاج ان انا اكسر المحاره، وفي نفس الوقت عملت شكل ديكوري كويس. طيب، في طريقه ثانيه للتركيب، طريقه اللطش على الحيطه مباشره زي اللي موجوده معايا دي. لوح MDF 8 مللي بيتاخد CNC بالطريقه دي. الحيطه كويسه متنضفه متاخده صنفره، بنحط عليها الشكل الديكوري اللي حضراتكم شايفينه ده. برضو بتساعد في حاجه مهمه جدا في الفراغ، ان هي بتعزل الصوت والحراره. طب هنتكلم على الشغل اللي احنا موجودين فيه. دي فيلة مهندس صلاح في كومباوند حدائق الفردوس الجديده. الكومباوند ده لسه تحت الانشاء، احنا ما شاء الله مخلصين 80% من الشغل، فاضل لنا بس في الفيلا هنا اعمال الديكورات والفرش والمطابخ. طيب، زي ما حضراتكم شايفين هنا اعمال التجاليد الخشبيه، مخلصين اعمال الرخام والبياطه وكل تفاصيل في الموقع. هنتكلم النهارده عن اعمال التجاليد الخشبيه. دي العلفه معلش، شيل اللوح ده كده. تعالى كده يا هندسه هنا. دي العلفه اللي انا بتكلم عليها. طيب، وظيفه العلفه دي ايه؟ وظيفه العلفه دي ان هي بتشيل اعمال التجاليد الخشبيه اللي انا حاططها في الموقع. تاني حاجه ان احنا بنعلف، بنبرز، بنبدا نوصل اعمال التوصيلات الكهربائيه، بنبدا نعمل الليب بروفايل. اصبح ان انا معايا فراغ ورا التجاليد الخشبيه. دي علفه موسكي كل 45 سم بنحط عليها MDF. اي تجاليد خشبيه صوره التشكيل اللي بتكلم عليها بنقطعها، بنحطها بالمقاس اللي احنا عايزينه، نبدا نعمل فيها CNC، نبدا نعمل فيها استربات، نبدا نحط فيه علفات هنا. في الاخر خالص الشغل ده بيتفنش، ولكن ضروره مهندس الموقع موجود، متابعه جيده، اعطاء المواصفه صحيحه. بعد كده بنيجي لاعمال المسامير، تبدا يشيك عليها بتفاصيلها داخله جوه بالكامل، عشان بعد كده اعمال الاستوج لما يجي يفنش الموقع يبقى الدنيا معاه كويسه، ما يبقاش فيه مسامير طالعه او بارزه. ده ببساطه التجاليد الخشبيه اللي احنا بنتكلم عنها. شكرا.